النهاردة هنتعرف على طرق مثيرة للحفاظ على العضلة بعد ترك الجيم. في ناس كتير بتبني عضل بتعب ومجهود وبعدين لأي سبب تبعد عن الجيم، سفر، شغل، دراسة، إصابة أو ضغط وقت. وأول سؤال بيجي في دماغك: هل كل اللي بنيته هيضيع؟ الحقيقة إن العضلة ممكن تقل، لكن تقدر تحافظ على جزء كبير منها لو فهمت تعمل إيه صح. الجسم مش بيهدم فجأة، هو بيتأثر باللي بتعمله كل يوم. خلينا نتكلم عن أهم 5 خطوات تحافظ بيهم على عضلاتك حتى لو وقفت الجيم. شفائيات. أول نقطة: حافظ على كمية بروتين كفاية يومياً. العضلة محتاجة مواد بنائية طول الوقت حتى لو مفيش تمرين. لو قل البروتين لفترة طويلة، الجسم يبدأ يكسر أنسجة عضلية عشان يعوض. حاول توصل لكمية بروتين مناسبة لوزنك على مدار اليوم من مصادر طبيعية زي البيض، الفراخ، اللحوم، السمك، الألبان والبقوليات. قسم البروتين على وجباتك بدل ما تاخده مرة واحدة. وجود بروتين منتظم بيدي جسمك إشارة يحافظ على الكتلة العضلية بدل ما يقللها. تاني نقطة: حركة مقاومة بسيطة في البيت. مش لازم جيم علشان تحافظ على عضلة، لازم إشارة مقاومة بس. تمارين وزن الجسم زي الضغط، السكوات، البلانك، وتمارين الظهر بالأستك المطاطي كفاية تحافظ على الشد العصبي للعضلة. حتى 2-3 مرات في الأسبوع بجلسات قصيرة ممكن تقلل الفقد بشكل كبير. ركز على الأداء البطيء والتحكم في الحركة علشان تزود الشد العضلي من غير أوزان تقيلة. الفكرة مش تبني جديد، الفكرة تمنع الجسم يفكر إن العضلة مش محتاجة. تالت نقطة: سعرات متوازنة، لا عجز كبير ولا زيادة عشوائية. لو الأكل قليل جداً، الجسم هيوفر طاقة بهدم العضلات، ولو الأكل زيادة عشوائية هتزيد دهون بسرعة وتخسر جودة الكتلة اللي بنتها. اختار توازن في السعرات يخليك ثابت في الوزن أو نزول بسيط جداً. اهتم بالكارب المعقد والدهون الصحية علشان تحافظ على طاقة مستقرة ووظائف هرمونية أفضل. التوازن الغذائي بيحافظ على البيئة الداخلية المناسبة للعضلة. رابع نقطة: نوم وتعافي حقيقي. النوم مش رفاهية، ده وقت الصيانة. خلال النوم الجسم بيظبط الهرمونات وبيعمل إصلاح للأنسجة. قلة النوم لفترة طويلة بتقلل هرمونات البناء وبتزود هرمونات الإجهاد. حاول تثبت مواعيد نومك وتدي جسمك ساعات كفاية. حتى لو مش بتتمرن، التعافي الجيد بيقلل فقد الكتلة وبيحافظ على قوتك العامة. خامس نقطة: رجع الإحساس بالعضلة ونمط حياة نشط. العلاقة بين المخ والعضلة مهمة جداً. خليك نشط في يومك، مشي يومي، سلالم بدل أسانسير، شغل واقف شوية. الأنشطة البسيطة بتخلي العضلات شغالة بدل ما تبقى خاملة. وممكن تضيف جلسات إطالة وتمارين مرونة تحافظ على المدى الحركي وجودة الحركة. الجسم بيتأقلم مع اللي بتعمله باستمرار. خلي الإشارة دايماً إن العضلة مطلوبة. نقطة واقعية لازم تعرفها: قوة العضلة ممكن تقل شوية مع التوقف، لكن ذاكرة العضلة بتخلي الرجوع أسرع بكتير لما ترجع تتمرن. يعني اللي بنيته مش راح، هو مستني ترجع تديه الإشارة الصح. الخلاصة: علشان تحافظ على عضلاتك بعد ترك الجيم، بروتين كفاية وموزع على اليوم، مقاومة بسيطة بوزن الجسم، سعرات متوازنة من غير تطرف، نوم وتعافي مظبوط، ونمط حياة نشط يحافظ على الشد العصبي. لو طبقت ال5 خطوات دول، تقدر تحافظ على شكل وقوة عضلاتك لحد ما ترجع للجيم بقوة. لو حابب أحضر لك روتين بيتي 20 دقيقة يحافظ على كل العضلات، اكتب في الكومنت روتين البيت، وما تنساش تعمل لايك وتشترك علشان يوصلك كل جديد يساعدك تحافظ على مستواك.